انت مؤمن ان كل مكان ليه طاقة، وان المكان بيستمد طاقته من اصحاب المكان ده؟ لو انت مش مؤمن بالكلام ده فالفيديو ده ليك. اسعاد يونس في مرة في حلقة من حلقاتها حكت عن قصة لمخرج زميلها بتدور حوالين الموضوع ده. حكت وقالت ان كان ليها زميل مخرج ما رضيتش تقول على اسمه. كانت ليه عمة بتدور على شقة، ولقت شقة في رمسيس، في ميدان رمسيس، بسعر لقطة، فاشترتها. وبعد ما سكنت عمته في الشقة الجديدة اللي هي اشترتها، راح المخرج ده عشان يزور عمته في شقته الجديدة. فهو بيخبط عليها فتحت له البنت اللي كانت شغالة عندها، هي بنت صغيرة طفلة شغالة عندها، فتحت له فسألها على عمته، فقالت له انها عند جارتهم فوق، اتفضل استناها عقبال ما ناديك. وبالفعل دخل الصالون يقعد يستناها، وطلب من البنت انها تعمل له فنجان قهوة قبل ما تطلع تنادي عمته من عند الجيران. وهو قاعد بيقولك انا حسيت ان في وقت طويل عدى والبنت ما بتجيبش القهوة. فهو بيبص كده، عينه لمحت في الارض بقعة دم عند طرف السجادة، وطرف السجادة متني من عندها. فقام عدل طرف السجادة بحيث يغطي بقعة الدم دي. شوية هو قاعد، بقعة الدم ظهرت تاني، وطرف السجادة اتنى للمرة التانية. فقام عدل طرف السجادة بحيث برضو يخبي بقعة الدم. والحركة دي اتكررت مرة واتنين وتلاتة. وفي المرة التالتة قام حط طرف السجادة وحط فوقيه رجل الكرسي بحيث انها ما تتنيش تاني، ودار على بقعة الدم بطرف السجادة وفوقيها رجل الكرسي. وراح مستعجل البنت، نادى على البنت قال لها فين القهوة؟ بس بمجرد ما طرف عينيه رجع، لا، طرف السجادة متني تاني وبقعة الدم ظهر، وكأنه محطش الكرسي في الناحية دي. هنا قامت نفض وجاري على باب الشقة اللي لقاه مفتوح، وعمته ووراها البنت اللي بتساعدها في البيت قدامه. فبص كده، البنت دي هي اللي المفروض فتحت له الباب، ازاي جاية ورا عمته اللي كانت نازلة من عند جيرانها؟ فعمته سألته هو انت دخلت هنا ازاي؟ قال لها المفروض ان البنت اللي وراكي اللي بتساعدك هي اللي فتحت لي الباب. قالت له اللي بتساعدني البنت اللي ورايا دي معايا من ساعة ما طلعت. مين اللي قال لها هي اللي فتحت لي، وكانت المفروض في المطبخ بتعمل لي القهوة. قالت له ازاي؟ دي كانت من ساعة ما انا طلعت عند جيراني وهي معايا. وما استناش يسمع ولا يقول لعمته حاجة، خد من رمسيس لباب الحديد جري، وحلف انه ما داخل الشقة دي تاني. فيا ترى مين اللي فتح له الباب، ومين دخله الشقة، ومين البنت اللي فتحت له الباب؟ طلعت ان الشقة دي اللي اشترتها عمته وفرحانة قوي بسعرها، كان فيها دكتور قتل امه، ضربها بايد الهون عند نفس المكان اللي فيه بقعة الدم اللي شافها المخرج ده. فيا ترى لو انت لقيت شقة بسعر لقطة ومواصفات لقطة بس وراها قصة غامضة، تتحدى وتكمل وتسكن فيها، ولا تقول يا فكيك زي المخرج كده؟